نشوف الحالة دي ونشوف دقة الحالة ونشوف دقة تطبيق القانون. الكرة تصطدم بيد المدافع. نروح للتفاصيل. هنا مطالبة بركلة جزاء، الحكم بينتظر قرار الفار. خلي بالك معايا، لاعب تونس لعب الكرة ثم، وانا وقفت اللقطة هنا ليه؟ ثم قام لاعب الدنمارك ايضا بلعب الكرة بالفخذ زي ما احنا شايفين. نكمل. لما الكرة تتلعب من اللاعب، من قدمه، من رأسه، من جسمه، تتلعب وليست اصطدام. هنا لعب اللاعب واصطدمت بيده، وبالتالي هنا من القدم إلى اليد بتعمد لعب لا تحتسب ركلة جزاء، والقرار صحيح. آخر حالة هنشوف مع بعض أيضا اصطدام الكرة باليد لمدافع تونس أثناء الركلة الركنية. تصطدم باليد، الحكم موجود، الحكم أشار باستئناف اللعب، ولكن هنا حكم الفار حصل استدعاء للحكم. نشوف مع بعض الكرة أهي، اليد في محيط الجسم، قريبة من الجسم. اللاعب لم يتعمد وضع يده في هذا المكان، هو قرب اليد من الجسم، لا يعاقب عليها اللاعب. وفي نفس الوقت هناك أيضا استثناء للكرة لما تيجي من مسافة قريبة سواء من الزميل أيضا، وفي هذه الحالة لا يمكن للحكم أن يحتسب، وقرار الحكم صحيح. ده كان كل اللي عندنا النهاردة. تحياتي ليك هشام. شكرا للكابتن جمال الغندور. نظرة مرة أخرى على أجواء الاستاد المدينة التعليمية خارج